الله يسعد مساكن وإن شاء الله منلاقيكن على خير. صفرا ربيعي وصرت من غربتي مقهور، يا عيوني عيوني. أول سؤال سألناه للوفا الشامي بلقائنا الخاص معه على تيونفليكس أكيد كان عن لهجته يلي لفتت كل جمهور ولاد بديعة. هاي اللهجة وين موجودة بالضبط؟ هلا الحقيقة هي من جهة لهجة ومن جهة طريقة بتخص الكاركتر بالكلام. اللهجة هي بعتقد بتقارب لهجة غوطة دمشق يلي عادة الألف فيها بتروح باتجاه الأو، زائد الشكل اللي هو الكاركتر بيحكي فيه، خصوصية الكاركتر، فهن مجموعهم مع بعض أنتجوا الوفا الشامي. لو رامز أسود عم يختار شخصية غير شخصية الوفا بولاد بديعة، شو ممكن يأدي شخصية تانية؟ ياسين مغرية بالنسبة لي الشخصية. يامن طبعا بالنسبة لي عم يعملها بطريقة جميلة جدا. قلت له من بداية القراءة بالنسبة للأشياء اللي أنا بتغريني كممثل، ياسين كانت هي الشخصية الأنضج بالنسبة لي. انت اللي قطعتي حبال المودة، وانت اللي بلغتيني على كل الأرقام حتى الإمارات. احفيد وانا عم ببعتلك. شخصيات كتير بمسلسلات رمضان عم بتكرر جملة أو لازمة معينة بكل حلقة بهدف تعلق بأذهان المتابعين. يا ترى شو رأي رامز أسود بهذا الموضوع؟ أنا برأيي اللازمات عم تكتر شوي. لازم تكون الشخصيات اللي بتحمل لازمات، يعني هي بتحمل مبرر لهي اللازمة. أحيانا عم تكون مبررة، أحيانا عم تكون حلوة، أحيانا عم تكون ضعيفة، بس برأيي اللازمات كترانة شوي زيادة. يعني بقلب المسلسل عم بيكون في 4-5 شخصيات عندهم دائما لازمة. هذا شيء برأيي ممنيح. طبعا لهلأ ضيفنا ما خلص تصوير بمسلسل ولاد بديعة، فيا ترى شو عم يقدر يحضر من المسلسلات بهالعجقة؟ عم تابع ولاد بديعة، عم تابع تاج، وعم تابع مال الأبان، وعم تابع أمرلي. كيف لقيت تاج؟ مسلسل ضخم جدا انتاجيا. هي حالة برأيي بتقول اشياء كتير قديش نحن قادرين نعمل كواليتي عالي. في اشياء جديدة ما اعتدنا عليها بالدراما السورية، هي مرتبطة بالعنصر التقني بالاكثر. فلحد هلا المسلسل بعتقد ماشي بتقل جيد، عم بيكون متابع. يعني عم نشوف هذا الشيء من خلال احصائيات المشاهدة اللي عم نشوفها على شاهد مثلا. وختام اللقاء طلبنا يكون بلهجة الوفا الشامي وعلى طريقته. يا قلب بعد الدمع صارت حياتي زهور، صفرا ربيعي وصرت من غربتي مقهور، يا عيوني عيوني. رامز شكرا كثير لك ونورتنا. شكرا لكم ورمضان كريم على الكل.